تزوجتها لكنني لم ألمسها. لا أريد أن أجعلها أرملة بلا ذنب. هكذا قال لي. الجميع رأى صور العروسين في غزة، لكن ما لم يعرفه أحد هو القصة الحقيقية خلفها. هذه الصحفية كانت هناك وعاشت التفاصيل بنفسها، والآن قررت أن تروي كل شيء. في غزة رأيت العجب، رأيت أشياء لم أكن أتصور أنها تحدث في هذا العالم. وجدت قصصاً جعلتني أعيد التفكير في كل شيء. من بين تلك القصص هناك واحدة لن أنساها أبداً، قصة الجندي الفلسطيني الذي التقيت به مراراً، والذي أصبح مع الوقت ليس مجرد مصدر للمعلومات، بل شخصاً ترك بصمة في قلبي إلى الأبد. في البداية كان مجرد مصدر آخر في عملي، جندي ينقل لي الأخبار من داخل الميدان. لم يكن يتحدث كثيراً، كان يجيب عن أسئلتي بعبارات مقتضبة، ينقل لي ما يحدث. لم أكن أعرف عنه شيئاً، لا اسمه الكامل ولا حياته الشخصية، لكنه كان يأتي دائماً في أوقات صعبة، كأنما كان بحاجة للحديث، لكنه لا يعرف كيف يبدأ. كنت ألاحظ أنه عندما ينتهي من نقل الأخبار كان يبقى واقفاً لثوان، ينظر إلى الأرض ثم يرحل بصمت. في أحد الأيام، وبعد لقاء متوتر مع القصف المستمر في الخلفية، جلس أمامي للمرة الأولى. لم يكن يريد أن يغادر بسرعة. نظر إلي وقال: هل تعلمين؟ منذ شهر فقط كنت أستعد لحفل زفافي. توقفت عن الكتابة ونظرت له. لم أكن أتوقع هذه الجملة منه. بدا وكأنه تردد للحظة، لكنه تابع الحديث، وكأن الحمل على صدره أصبح ثقيلا للغاية، لدرجة أنه لم يعد يستطيع حمله بمفرده. قال: كنت مخطوبا منذ فترة، أحبها جدا، وكنت أنتظر اليوم الذي يجمعنا فيه منزل واحد. كان من المفترض أن نتزوج، لكن الحرب جاءت فجأة، كل شيء تغير، لكن أهلها أصروا على أن يتم الزواج، لأننا في تقاليدنا لا نطيل فترة الخطوبة حتى لا يبقى كل شيء معلقا. فوافقنا رغم أنني كنت أعلم أن غزة ليست مكانا مناسبا للفرح الآن. لم أرد أن أحرمها من هذا الحلم. سألته: إذن أنت متزوج الآن؟ نظر إلي للحظة طويلة ثم قال بصوت منخفض: متزوج، لكنني لم ألمسها بعد. توقفت للحظة، لم أفهم ما يقصده. ظننت أنني سمعت خطأ، لكنه كرر الجملة: أقسمت أنني لن أقترب منها، لن أجعلها تعيش كأرملة بلا ذنب. كانت هذه واحدة من أكثر الجمل التي سمعتها في حياتي وجعا. لم أكن أصدق. كيف يمكن لشاب يحب زوجته حديثا أن يتخذ قرارا كهذا؟ لكنه كان يتحدث بجدية، وكأنه مقتنع تماما بما يقوله. قال لي: أنا في كل يوم أخرج من البيت لا أعرف إن كنت سأعود أم لا. لا أريد أن أتركها في منتصف الطريق. لا أريدها أن تكون مرتبطة بي ثم تخسرني بهذه السهولة. لا أريدها أن تحمل عبء الفراق منذ البداية. بقيت أنظر إليه ولم أجد ما أقوله. كنت أسمع عن الحب في الحروب، لكنني لم أسمع عن هذا النوع من التضحية من قبل. بعد ذلك اللقاء بدأ حديثنا يصبح أكثر إنسانية. أصبحنا نلتقي أكثر، ليس فقط لنقل الأخبار، بل لأنه كان بحاجة لمن يسمعه. كنت أعرف أنه يعيش حياته كل يوم وكأنه الأخير، وكان يتحدث معي لأنه لم يكن يريد أن يحمل كل ذلك وحده. ثم اختفى. في البداية لم أكن قلقة. قلت لنفسي: ربما كان مشغولا، ربما هناك قتال في مكان آخر. لكن الأيام مرت ولم يظهر. سألت عنه، حاولت معرفة أي شيء، لكن لا أحد كان يريد أن يخبرني. كنت أبحث عنه في كل مكان، حتى جاءني الخبر الذي كنت أخشى سماعه: لقد استشهد. لا أستطيع وصف الشعور الذي انتابني في تلك اللحظة. كنت أعلم أن الحرب تقتل الناس، كنت أعلم أن هذا احتمال وارد، لكن لم أكن مستعدة لسماع ذلك. شعرت أنني فقدت شخصاً لم أكن أدرك حتى أهميته في حياتي. كنت أعتقد أنه مجرد مصدر، لكنه أصبح أكثر من ذلك بكثير. ذهبت إلى الحي الذي كان يعيش فيه، والتقيت بأشخاص يعرفونه. عندما أخبرتهم أنني كنت ألتقي به، بكت إحداهن وقالت: لقد مات وهو يقاتل بشرف، كما عاش تماماً. الآن كلما تذكرت كلماته أشعر أنها كانت وصيته الأخيرة لي، ويجب أن أنقل هذه المعاناة للعالم. هذه قصته، وهذا صوته الذي لن أسمح أن يضيع في زحام الأخبار. غزة ليست فقط أرضاً للصراع، بل هي أرض للحب، للكرامة، للتضحيات التي لا يفهمها أحد. أنا عندما كنت في غزة كنت أعتقد أنني سأكون قادرة على استيعاب ما يحدث هناك، لكن الحقيقة هي أن ما رأيته يتجاوز قدرة أي إنسان على التحمل. تخيل أن تكون في وسط ساحة حرب وأنت تقاتل بجوار أخيك، ثم فجأة أمام عينيك يسقط أخوك مدرجا بدمائه.
لكن لا وقت لديك للبكاء، لا وقت للحزن. عليك أن تستمر، أن ترفع سلاحك وتكمل القتال، لأن التوقف يعني الموت. تخيل أن تكون مراسلاً فلسطينياً وظيفتك أن تنقل الحقيقة، لكن بينما تحمل كاميرتك لتصوير الدمار يأتيك الخبر: بيتك قصف، عائلتك لم تعد موجودة، الأب، الأم، الأخ، الأخت، جميعهم ذهبوا واحداً تلو الآخر. ومع ذلك لا يمكنك التوقف، لا يمكنك الانهيار. عليك أن تستمر، لأن هذا هو دورك، لأن هذا هو قدرك. رأيت في غزة أمهات يحملن أبناءهن بين أذرعهن، يكتبن أسماءهم على ظهورهم، ليس لأنهن فخورات بهم، بل لأنهن يعرفن أن هناك احتمالاً بأن تتحول أجسادهم الصغيرة إلى أشلاء، ويردن أن يتم التعرف عليهم بعد القصف. رأيت رجالاً يدفنون أطفالهم بأيديهم ثم يعودون للقتال. رأيت شباناً في 20 من عمرهم يحملون بنادقهم، ليس لأنهم اختاروا الحرب، بل لأنهم لم يعد لديهم خيار آخر. رأيت شعباً يؤمن بأن هذه الأرض لهم، يؤمنون بذلك بإصرار لم أره في أي مكان آخر. لا أحد في غزة يفكر في الهزيمة، لا أحد يتحدث عن الاستسلام. الجميع هناك يعلمون أن هذه الحرب قد تستمر، أن الألم قد يزداد، لكنهم يؤمنون أن النصر مسألة وقت. غزة ليست مجرد مدينة محاصرة، غزة هي قصة لا يريد العالم أن يسمعها، لكنني رأيتها بأم عيني وسأنقلها للعالم. هذه ليست مجرد حرب، هذه مقاومة، هذه حياة لا يستطيع أحد أن يفهمها إلا من كان هناك. يا صلاتك يا محمد من عيني وعين الحسادين. الزواج في غزة لمن استطاع إليه سبيلاً، وأحياناً يكون الشرط الوحيد أن يكون لدى العريس خيمة ليشعر بالأمان. ومن بين هذه القصص، وسط الدمار والركام، حيث كانت الطائرات تحلق فوق رؤوسهم، لم يكن لمحمد زعرب الشاب ذو 27 من العمر خيار سوى أن يكمل طريقه نحو الفرح رغم كل شيء. كان قد قضى 10 سنوات في بناء شقته، عمل بجهد مع والده، انتظر اللحظة التي يدخل فيها بيته الجديد مع زوجته. لكن قبل أن يتحقق الحلم، جاءت الطائرات وألقت بحممها على المنزل، لتسقط كل الجدران وتبقى الأحلام تحت الركام. لكن محمد لم يستسلم، قرر أن يتزوج رغم كل شيء، أن يحتفل بزفافه بجوار بيته المدمر، وكأنه يقول للعالم: الحب أقوى من الحرب، والفرح لا يهزم بالقنابل. في ليلة زفافه لم تكن هناك قاعة أفراح، لا طاولات فاخرة، لا موسيقى صاخبة، فقط عائلة محمد، جيرانه، أصدقاؤه، وقفوا جميعا وسط الدمار، زينوا الركام بالورود المتواضعة، حملوه على الأكتاف، زغاريد النساء علت المكان، الأطفال يضحكون ويرقصون، وكأنهم جميعا يقولون: سنفرح رغم كل شيء. أمه التي انتظرت هذه اللحظة لسنوات لم تتمكن من حبس دموعها وهي تضع الحناء في يديه وتقبله قائلة: هذا يوم كنت أحلم به، لا يهم إن كنا بلا منزل، الأهم أنك وجدت من تحب وستبني عائلتك، لا يمكنهم سرقة فرحتنا. وفي مقابلة مع محمد قال بصوت مليء بالإصرار: حاولوا تدمير أحلامي، قصفوا بيتي، سرقوا ذكرياتي، لكنهم لم يتمكنوا من سرقة فرحتي. قررت أن أعيش حياتي، أن أتزوج فوق الركام، أن أرسل رسالة للعالم أن غزة لا تموت، الحب لا يهزم، والفرح لا يقصف. وقال: نحن لا نستسلم، نحن نعيش، نحب، ونفرح رغم أنف القصف والحصار. اليوم أبدأ حياتي مع زوجتي، حتى لو كنا بلا منزل، حتى لو كنا في خيمة، المهم أننا معا وسنواصل الطريق. محمد ليس الوحيد، هناك الكثير من الشبان الفلسطينيين الذين يقررون الزواج رغم كل الظروف القاسية، لأنهم يدركون أن الحياة يجب أن تستمر، وأن الاحتلال قد يدمر الجدران، لكنه لن يتمكن من قتل الحب. هذا هو شعب غزة، شعب يحتفل وسط الركام، يضحك رغم الجراح، ويواصل الحياة رغم أنف الموت.